النهايه ان شاء الله باذن الله هتحصل انفراج. انا منتظر هذه الانفراجه من الامن اللي بقول تاني ليه حق. يعني امبارح في اسكندريه حرقوا بنزين. ليه؟ عشان محمد مرسي يرجع. محمد مرسي ماليش دعوه، خاين مش خاين دي مش قضيتي. المحاكم بتحاكم، لكن محمد مرسي عبيط. انا حكم لي واحد عبيط لمده سنه فاشل. اول حد يقول لي ده دوله اسلاميه. اسلاميه ايه؟ البنات اللي بتلبس عريان منحها؟ لا. الخمر منحها؟ لا. قفل الخمرات؟ لا. يبقى ما عنديش اسلاميه. فاذا كنا بنعمل كل دوله يبقى الامن عنده اللي لسه طبعا اخوان المسلمين فيهم ناس مؤدبين محترمين اللي هم في القرى والنجوع، ويعلم ان الاخوان المسلمين يعني حسن البنا وانه الوصايا العشر بتاعت حسن البنا صلي وما صوتك ما يعلاش والكلام ده كله. تمام، حاجات اخلاقيه. لكن الباقي الثاني بقى اللي عمال دلوقتي يملك ولا بيقتل، انا مش فاهم يعني ايه في رمضان؟ يعني شهر من اشهر الحرم وتروح تقتل الولاد وجنودنا الغلابه في الوادي الجديد بعد انت استفدت ايه؟ لا، في انتظار رد من السيد وزير الداخليه والسيد وزير الشباب. حصل زي ما قلت النهارده اتصال ولقاء، وكنت انا مع السيد وزير الداخليه من 3 ايام. ومش ده معناه ان انا بدافع عن مصالح النادي بتاعي وعايز ادخل جماهيري ان بقيت انقلابي. طب ما كان ده انقلابي، طب اللي كان على حسن مبارك انقلابي. هو مش حسن مبارك كان ناجح من الصندوق ولا ايمن نور الاهبل ده بقى اللي كان ناجح عليه ومشيناه؟ ما هو ده انقلابي ده ولا ده هنا بقى انقلابي عشان الاخوان ومحمد مرسي ركبوا والتاجي والناس دي ولما شلناهم بقى مثال انقلابي؟ لا، طب يا عم انقلابي 30 يوم و3/7 انقلابي ناس مجانين ماشي و26/7 انقلابي. طب الناس اللي نزلت للاستفتاء انقلابي؟ طب الناس اللي انتخبت محمد السيد مشير عبد الفتاح السيسي كل ده انقلابي؟ خلاص قصه انقلابي دي نسيناها وكيري رايح جاي والوفود الاوروبيه وخلاص قصه انقلابي انتهينا منها. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى